حكاية ريش أبيض من مسلسل حدث بالفعل، بطولة الفنان ماجد المصري. الفنان ماجد المصري لأول مرة بيقوم بدور إنسان طيب، زوج طيب ومسالم وبيسمع كلام مراته وعايش حياته في سلام. فاحنا اتخدعنا بصراحة. جه بقى في تالت حلقة واللي هي الأخيرة من الحكاية، الفنان ماجد المصري جاب لمراته شلل. ملخص الحلقتين اللي فاتوا إن الفنان ماجد المصري خبير اقتصادي ناجح جدا في شغله، حياته كلها عبارة عن شغل ومراته وبنته، زوج مطيع جدا ومسالم ومسلم كل حياته لمراته، لدرجة إن هي اللي بتختار لبسه وهو بيسمع كلامها وبس. لحد ما في يوم من الأيام بتدخل حياته بنت جميلة وبتطارده لغاية ما بيحبها. البنت دي لما بتحكي له عن تجربتها الأولى، تجربة جوازها يعني، بتقول له جوزي خني بس أنا مسكتش، أنا بالتوكيل اللي هو عملهولي كتبت كل ثروته لنفسي. فماجد المصري ما كدبش خبر وعجبته الفكرة وعمل نفس الفكرة مع مراته، بالتوكيل اللي هي عاملهوله كتب كل أملاكها لنفسه وجاب لها شلل. هو بقى كان بيراعيها، بيأكلها ويشربها، بيعتني بيها يعني. فانت تحس ان هو بقى ضميره وجعه مثلا، بيكفر عن الذنب اللي هو عمله. بنته طبعا زعلانه عشان مامتها اللي هي قايمه بدورها رنا رئيس، لما بتدخل وبتعاتبه وبتلومه على اللي عمله في مامتها بيقول لها ده حق. بتقول له يعني حقك ان انت تاخد فلوسها وتعرف عليها واحده وتجيب لها شلل؟ لكن ماجد المصري اتحول لبني ادم تاني، بني ادم جبار كده بمعنى اصح. احنا قلنا برضو ماجد المصري ما ينفعش يبقى طيب. اللي حصل بعد كده بقى ان مراته ماتت وبنتها حزنت عليها جدا. طب ماجد المصري حزن ولا تأثر، كمل حياته عادي جدا مع الانسان اللي بيحبها. المهم بعد كده بنته بتحاول الانتحار وبتدخل في حالة اكتئاب كده بعد موت مامتها، فبيحاول بقى يخرجها من اللي هي فيه وبياخدها بعد كده يعرفها على مراته الجديدة، اعتقادا منه ان هو كده يعني بيخليها تبدأ حياة جديدة معاه ومع مراته الجديدة دي. لكن البنت بيتولد جواها احساس بالحسرة، احساس بالحسرة يعني انت موت امي وعايش حياتك عادي كده. بعد كده بقى رنا رئيس بتقرب من مرات باباها جدا وبيبقوا زي السمنة على العسل وبيبقوا صحاب قوي. فانت بيتهيألك ان خلاص الحياة بقت طبيعية وانها تأقلمت على الحياة الجديدة. وفي يوم من الأيام ماجد المصري بيصحي مراته التانية من النوم اللي هي شاهي، بيلاقيها ماتت. ومن بعدها بيدخل في حالة اكتئاب، اللي هو بعد ما حس إنه ملك الدنيا وإنه بقى معاه كل حاجة، فجأة بيلاقي كل حاجة بيحبها بيخسرها. فأنت تفتكر بقى إن خلاص كده النهاية يعني. هو كان السبب في إنه جاب لمراته شلل وموتها بحسرتها، ودلوقتي هو كمان بيتحسر على موت مراته التانية اللي كان بيحبها. لكن لأ، مش دي النهاية. بعد شوية أحداث بنته بتدخل عليه بتلاقيه ميت. فانت بتقول ايه كميه الاحداث دي؟ كل الابطال ماتوا كده، مفاضلش غير رنا رئيس اللي عايشه. المهم لما ماجد المصري بيموت، بان هو شخصيه طبعا مشهوره وكده، فكل وسائل الاعلام بتتجه نحو خبر موته، اللي هو عايزين يعرفوا مات ازاي. وفي ناس بتقول ان هو اتقتل، لكن بنته بتسكت الكلام ده كله وبتقول ابويا انتحر لما عرف ان انا مدمنه. بتقول لهم ابويا ما اتقتلش. وفي اخر 5 دقايق من الحلقه المخرج بيبدا يفسر لنا كل حاجه حصلت. رنا رئيس هي اللي قتلت شاهي مرات باباها، حطت لها جرعه زياده، ولانها كانت مدمنه فده كان سهل قوي. وانها كمان هي اللي قتلت باباها وبالبطيء كانت بتحط له ماده زرنيخ في العصير لمده كام يوم، لغايه ما في يوم من الايام مات. وفي الاخر هي اللي عاشت وورثت كل حاجه. وعلى راي المثل من شبه اباه فما ظلم. انا كده لخصت لكم الحلقات في 5 دقايق. ما تنسوش بقى تدعموني وتعملوا لي لايك واشتراك لقناتي على اليوتيوب. وبس كده، سلام عليكم.